السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله، وأنكم تكونوا على أحسن حال دائما وأبدا. وتنشكر أي واحد خلى لي تعليق على هذه القناة وضغط على زر الإعجاب ودعمني ودعم هذا المحتوى، محتوى القصة. فالقصة ديال اليوم غادي نعرفوا من خلالها أن المجرم ماشي دائما تيكون من الناس اللي غير مثقفين، الناس اللي ما تيلبسوش مزيان أو اللي تيكونوا تعيشوا وضعيات اجتماعية هشة. ولكن يمكن أن المجرم يكون إنسان مثقف، يمكن أنه يكون موظف كبير، ويمكن أنه يكون طالب في جامعة من الجامعات. هذا الشيء بالضبط هو اللي وقع قبل العطلة ديال أعياد الميلاد لسنة 2024 بأيام قليلة. تابعوا معنا تفاصيل هذه القصة الخطيرة. السلام عليكم. نبدأ في التفاصيل ديال هذه القصة والواقعة الأليمة، الواقعة اللي زعزعت كل أوروبا والكل تابع الأحداث ديالها. هذه الواقعة كان البطل ديالها طالب للاسم ديالو كوزاك، دافيد كوزاك. دافيد كوزاك خلق في الولايات المتحدة الأمريكية مع العائلة ديالو، وعاش في الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصل للسن ديال 20 سنة، تربى في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بما أن الأصول ديال هذه العائلة هي أصول تشيكية، ففي سنة 2020 العائلة ديال دافيد كوزاك حنات للبلد ديالها تشيك، وفضلوا على أنهم يكملوا الحياة ديالهم أو البقية ديال الحياة ديالهم في التشيك ويبعدوا على الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا غادي ينتقلوا من الولايات المتحدة الأمريكية ويمشيوا للبلد ديالهم تشيك، وغادي يستقروا في واحد المكان اللي قريب من العاصمة التشيكية براغ. هذا المكان اللي هو قرية، هذه القرية كان الاسم ديالها هوستون، كانت قريبة بزاف من العاصمة التشيكية براغ. وفي هذا الوقت دافيد كوزاك كان تيبلغ من العمر 21 سنة، وكان عليه أنه يكمل الدراسات الجامعية ديالو في العاصمة براغ، وبالضبط في واحد الجامعة اللي الاسم ديالها جامعة تشارلز، وهي من الجامعات العريقة في التشيك. دافيد كوزاك كان يتابع الدراسات ديالو في شعبة العلوم السياسية، كان طالب ناجب وكان إنسان عادي بين الأصدقاء ديالو من الطلبة، كان معروف بأنه إنسان عادي وجدي. وكانت العلاقات ديالو مع الطلبة من الزملاء ديالو علاقة عادية، وحتى أنه ما كانش عنده سوابق جنائية أو لا سوابق من أي نوع. ولكن المنشورات الكثيرة اللي كان ينشرها هذا الطالب دافيد كوزاك على وسائط التواصل الاجتماعي بينات الحقيقة ديالو هو أنه إنسان متطرف، وكان يشجع على العنف ضد المهاجرين وضد المسلمين. ولكن سنة 2023 وقبل من العطلة ديال أعياد الميلاد بأيام قليلة، دافيد كوزاك طالب العلوم السياسية في جامعة تشارلز غادي يتوجه للجامعة اللي تيقرا فيها، وغادي يدخل مباشرة للقسم ديال الفلسفة عند الزملاء ديالو اللي تيقرا، وغادي يبدا في إطلاق النار بشكل عشوائي وبشكل صادم بالنسبة للطلبة وبالنسبة للأساتذة ديالو. هنا الطلبة كانوا تيحسوا بواحد الذعر الكبير، كل شيء هارب في اتجاهات مختلفة، كل واحد وفين هرب. فالمهم كانت الإصابات مباشرة. دافيد كوزاك غادي يخرج من هذا القسم وغادي يبدا في إطلاق النار في الحرم الجامعي على أي واحد شافه قدامه. فالمشكل هنا كانت جريمة ترتكب من طرف مجرم اللي هو ماشي غريب على الجامعة، هو طالب من بين الزملاء ديالهم واللي تتابع الدراسة ديالو في هذه الجامعة، جامعة تشارلز. وهنا كانوا بعض الطلبة تيهربوا تيحاولوا أنهم ينفذوا بجلدهم من هذه المجزرة. كان فيهم اللي تيهرب في اتجاهات مختلفة، واللي ما قدرش يهرب بقى معلق في بعض البنايات. كانوا تيحاولوا أنهم يختفيوا على هذا المجرم وهو تيطلق النار على كل الطلبة داخل هذه الجامعة. فالواقع داخل هذه الجامعة في هذه اللحظة كان دراماتيكي بشكل كبير، إلى حين أن الشرطة وصلها الخبر ديال هذه الإطلاقات النارية اللي هي وسط جامعة تشارلز. وهنا الشرطة كانت وصلت للجامعة ديال تشارلز بواحد السرعة كبيرة، ومعها دعم كبير من التدخل السريع باش يحاولوا أنهم يوقفوا هذا المجرم على هذه الإطلاقات النارية في حق الأصدقاء ديالو داخل هذه الجامعة. لأن الطالب دافيد كوزاك في اللحظات اللي وصلت الشرطة لهذه الجامعة، جامعة تشارلز،
كان تقريبا انهى العملية الإجرامية ديالو في حق الزملاء من الطلبة. الشرطة هنا في هذه اللحظات كانت تحاول أنها توقف هذا الطالب أو هذا السفاح دافيد كوزاك. في اللحظة اللي وصلوا ليه أو اللي قربوا أنهم يلقيوا عليه القبض، دافيد كوزاك غادي يوضع حد للحياة ديالو، لأنه غادي يرمي بنفسه من نافذة أو من إحدى النوافذ اللي هي في هذه الجامعة، لأنه عرف قبل ما ارتكاب هذه الجريمة وهذه المجزرة الكبيرة أن العقوبة بعد القبض عليه غادي تكون كبيرة. هذا الشيء اللي خلاه أنه يستابق الأحداث قبل ما تلقي عليه الشرطة القبض ويتم المعاقبة ديالو العقاب الكبير. وخلال هذه الحادثة المأساوية السلطات هنا غادي تحصي أعداد ديال القتلى والضحايا خلال هذه المجزرة الكبيرة اللي ارتكبها الطالب دافيد كوزاك. السلطات الأمنية هنا حصات 14 ديال الضحايا من الطلبة والعشرات ديال المصابين. فقبل ما ينفذ هذا الطالب السفاح دافيد كوزاك هذه المجزرة الكبيرة في جامعة تشارلز، كان محتفظ بالمذكرات ديالو على التليجرام، كان يتكلم فيها على أنه قرر الهجوم على الجامعة ديال تشارلز وأنه من بعد ربما يوضع حد للحياة ديالو. الشرطة ديال براغ وقبل من تنفيذ هذه الجريمة والمجزرة الكبيرة من طرف دافيد كوزاك في جامعة تشارلز كانت تلقات اتصال هاتفي من الصديقة ديال دافيد تشارلز، كانت تخبر فيه الشرطة على أن دافيد كوزاك ارسل لها رسالة نصية على الهاتف ديالها تيخبرها بأنه غادي يقوم بالانتحار أو لا غادي يقدم على الانتحار ربما. وبعد ما عاودت الاتصال به مرات ومرات ما كانش تيجاوب نهائيا على الاتصالات ديالها. هذا الشيء خلاها أنها ربما تكون متأكدة على أنه غادي يقوم بهذا العمل فعلا. الشيء اللي خلاها أنها تتصل بالشرطة وتخبرهم على أن دافيد كوزاك تيحاول أنه يوضع حد للحياة ديالو. وهنا الشرطة بطبيعة الحال غادي تتحرك بسرعة كبيرة، وبعد 20 دقيقة فقط من الاتصال اللي جاها من الصديقة ديال كوزاك الشرطة غادي توصل للقرية اللي تيسكن فيها دافيد كوزاك، القرية اللي الاسم ديالها هوستون. وبعد ما غادي يدخلوا للبيت ديال دافيد كوزاك أو للعائلة ديال دافيد كوزاك غادي يلقاو الأب ديال دافيد كوزاك كان جثة هامدة. وهنا الشرطة بعد ما لقاو الجثة ديال الأب غادي يبداو يبحثوا في هذا البيت وغادي يكتشفوا بأن هناك أسلحة ومتفجرات. هذه الأسلحة والمتفجرات دلات الشرطة على أن دافيد كوزاك تيحاول أنه يقوم بأمر خطير بزاف. وفي هذا الوقت المعلومات اللي جمعتها الشرطة كانت تبين على أن دافيد كوزاك توجه للجامعة وكانت عنده محاضرة لابد أنه يحضرها. وفي هذه اللحظة اللي كانت الشرطة مازال في البيت ديال دافيد كوزاك كان هو تينفذ الجريمة ديالو داخل الحرم الجامعي ديال جامعة تشارلز ضد الأبرياء من الطلبة والزملاء ديالو. وكانت هذه أخطر جريمة ترتكبت في تاريخ الجامعات في التشيك. وبعد هذه الجريمة والمجزرة الكبيرة اللي ارتكبها هذا السفاح دافيد كوزاك الشرطة توصلت المعلومات على أن دافيد كوزاك هو اللي ارتكب الجريمة في حق الأب ديالو، الأب اللي لقاوه مقتول في الوقت اللي زاروا البيت ديال عائلة دافيد كوزاك، وهو نفسه اللي كان وراء جريمة القتل اللي مشى الضحية ديالها رجل والرضيع أو بنت طفلة رضيعة ديالو اللي كان العمر ديالها شهرين في غابة من الغابات اللي كانت قريبة من البيت العائلي ديالهم في قرية هوستون. وهكذا كان تيبان للشرطة على أن هذا الطالب السفاح كان عنده توجه إجرامي قبل من تنفيذ الجريمة الكبيرة اللي ارتكبها في الجامعة ديال تشارلز. ولكن الشرطة التشيكية أثناء التحقيقات في هذه القضية غادي تقول على أن هذا الطالب السفاح ما كانش عنده توجهات إيديولوجية ولا أفكار متطرفة اللي كانت هي السبب وراء ارتكاب هذه المجزرة في الجامعة اللي تتابع فيها الدراسة ديالو جامعة تشارلز في براغ. ولكن من بعد غادي تكتشف منشورات مروعة في التواصل الاجتماعي الخاصة بهذا الطالب السفاح دافيد كوزاك. قدرت الشرطة أنها تحل هذا التشفير وتقرأ المعلومات أو المنشورات اللي كان ناشرها هذا الطالب كوزاك في الوقت اللي اعلن على النية ديالو وكتب أرغب بالقيام بعملية قتل جماعية وربما بعد ذلك أقدم على وضع حد لحياتي. وكتب دافيد كوزاك لا طالما كانت لدي رغبة في القتل ولا طالما تخيلت أنني سأكون إنسانا مضطربا في المستقبل. هذه هي الأحلام ديال دافيد كوزاك قبل ما تم السنة ديال 2023. وقدرت الشرطة أخيرا أنها توصل المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المعلومات خاصة بالطالب دافيد كوزاك السفاح، على أن القدوة ديالو كانت
هي المجرم السفاح الروسي اللي ارتكب جريمة قتل في إحدى المدارس في روسيا، وتمكن أنه يقتل 9 من الطلبة. هذا السفاح كان الاسم ديالو كالايفيف. وقال دافيد كوزاك على أنه تفضل القتل الجماعي لأنه أسهل. وهنا كان تيبان أن هذا الطالب السفاح كان مريض ومضطرب لدرجة كبيرة، مضطرب نفسانيا، لأنه تيقول على أنه تينفذ جريمة القتل الأسهل بطريقة جماعية، كان تيختار الطريقة السهلة في تنفيذ الجرائم، كما لو أن شي واحد يعني فرض عليه أنه يرتكب جريمة القتل وهو تيختار الطريقة الأنسب وفعلا كان شخص اللي هو فرض عليه أنه يرتكب هذه الجريمة البشعة وهذه المجزرة بهذا الشكل اللي هو الشيطان، كان تيقوده بكل سهولة لارتكاب هذه المجزرة. وهنا غادي يزيد يبان الاضطراب الكبير ديال هذا السفاح الطالب دافيد كوزاك. وهنا في واحد من المنشورات ديال دافيد كوزاك غادي تبين بأنه كان مريض ومضطرب نفسانيا بشكل كبير، حيث غادي يقول على أنه تيحس بالفراشات تطير في الأذنين ديالو أو داخل الأذنين ديالو بشكل مستمر، وهذا الشيء تيخليه أنه عنده رغبة في اقتلاع الأذنين ديالو. كيف ما تابعنا القصة ديال السفاح الطالب دافيد كوزاك، كانت أسوأ نهاية لسنة 2023 وكانت أسوأ بداية لسنة 2024. فهذه الجريمة اللي ارتكبها هذا المجرم في حق الزملاء ديالو في جامعة تشارلز بالعاصمة التشيكية براغ، هذه الجريمة كان السبب ديالها هو الاضطراب النفسي الكبير اللي كان تعاني منه هذا الطالب. ولكن للأسف الاضطرابات ديال هذا الطالب كانت اضطرابات يعني فكرية، في التفكير ديالو، في الطريقة ديال التفكير وفي المعتقدات وفي الأشياء اللي تيآمن بها. يعني الناس ما لاحظوش بأنه مضطرب حتى فاجئهم بتنفيذ هذه الجريمة المروعة. فهذا الشيء تيطرح تساؤل كبير خاصة في الجامعات، هو أن الجامعات خصهم يقوموا بواحد الدعم نفسي مستمر بالنسبة للطلبة ديالهم. وصلنا لنهاية هذه القصة، شكرا على حسن المتابعة. ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وتنتمنى لكم الصحة والسلامة إن شاء الله. إلى اللقاء.